stuffed pumpkin، أكلة شكلها فخم وطعمها خيالي. معايا واحدة من القرع كده بقطعها بالسكينة، بشقها بالسكينة فوق كده، افتح الجزء الفوقاني بتاعها كده بالراحة بهدوء كده، افضلوا كده مشوا حواليها لحد ما تقطعوها، مش لازم يبقى شكلها متساوي قوي. فين البذر بقى والحاجات الخيوط اللي نازله منها السلايم دي لازم تتنضف. نشيلها الاول كده بايدينا، نلم البذر ده بايدينا، يا اما تنضفوها بايديكم الاول وبعد كده بسكينه بنكحت كده ونطلع كل اللي جوه. حاولوا اهم حاجه تكحتوا بحاجه معدن او حاجه حديد. طبعا بامكن او قرع طبعا، يعني رندا لازم تيجي طبعا، انت واقفه جنبي عماله تتخانق ميتو انا هنضف، انا سيبيني دي الكبيره دي انا هنضفها. بعد كده بشطفها بالميه تاني، بحطها تحت الحنفيه كده، اشطفها من جوه ومن بره ونشفها كويس. هنجهز بقى الحشوه. هنحشي بقى برز بسمتي او رز مصري، الاتنين ينفعوا. اقول لكم الطريقتين. انا هنا عامله رز بسمتي، غسلت الرز وبسيبه منقوع نص ساعه. بنحط تقريبا قيمه ربع كوبايه من الزيت، بصلايه، البصل يدبل كده شويه، نحط لحمه مفرومه لو حابين، لو متوفر عندكم وحابين، مفيش خلاص. بصوا انا حاطه قد ايه، حاطه اقل من ربع كيلو، مفيش 200 جرام. نحط بقى ملح وفلفل اسود، نفرم الثوم بالسكينه كده ونحطه على اللحمه، وننزل بقى بالبهارات. معلقه صغيره من القرفه، معلقه صغيره من السبع بهارات او بهارات مشكله، نص معلقه صغيره من الكركم، نص معلقه صغيره من الكاري، نص معلقه صغيره من الزنجبيل او الجنزبيل المطحون، نص معلقه صغيره من البابريكا، وربع معلقه صغيره او رشه جوز الطيب. تقليبه كده بس البهارات ريحتها تطلع. نحط بقى معلقه صغيره من معجون صلصه الطماطم، تقليبه كده، وننزل بالرز بقى ونقعته نص ساعه. لو هتعملوا رز مصري تغسلوا الرز وتحطوه على طول. بعد كده بحط ميه سخنه بس يا دوبك تغطي مستوى الرز، بس الميه تبقى فوق مستوى الرز وهو مكشوف كده، يغلي لحد لما يشرب السوائل بتاعته. بصوا تلاقوا ايه، الرز ماي كده، يبقى فيه سوائل شويه زي ما انتم شايفين كده، زي ما بتعملوا الرز المصري بتاع الفراخ المحشيه بالظبط. بتحطوا له كوبايه ميه كده وتسيبوه يستوي كده نص سوا، وبعد كده بتحشوه جوه الفرخه. هو ده نفس الفكره، بنسويه كده نص سوا تقريبا. بعد كده بقى نحشيه جوه القرعه. المهم بنجيب بقى البامكن وندهنها بقى بالزيت من جوه كويس ومن بره كمان، ورشه ملح كده. بنسيبها 10 دقايق بعد ما نرشها بالملح علشان تدبل كده شويه. نجيب بقى الرز نحشي جوه القرعه كده، جوه انا مش عارفه مكتوب فوق القرعه ليه، مش عارفه. نحشي جوه البامكن بقى من جوه، حطيت ورقه زبده تحتيها على طول، وبعد كده غلفتها بورق الفويل وبندخلها الفرن على درجه حراره 200. بنسيبها في الفرن تقريبا ساعه ونص، بالكتير ساعه و45 دقيقه. ورقه الزبده اللي تحت دي بتساعدني ان انقلها بقى، بحطها على الصينيه. رزان كانت بتساعدني في ايد ثالثه دي، ما عنديش ثلاثه. شوفوا شكلها جميل وعاطفي وشاعري ازاي، شكلها يجنن. فكرنا كده بقى بالشتاء، كده حسينا بقى بالشتاء دلوقتي. الرز طبعا مفلفل ويجنن. هوريكم كمان هي مستويه ازاي. بصوا مستويه على الاخر، مش ماسكه نفسها اساسا. ودي احلى حاجه بقى، تبقى طريه كده ومستويه خالص. تفتحوها بقى زي الورده كده. انا مش عارفه اوصف لكم الريحه اللي طلعت من الرز كانت عامله ازاي، ميكس بهارات رهيب. فالريحه ما اقولكوش، سهله على فكره جدا ومضمونه ان شاء الله كمان.